بعد ما لاقت وصفة القلب اللوز اللي حطيتها من قبل صدوا إقبال كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الانستغرام وصلت لزوج ملايين مشاهدة، وفي اليوتيوب والفيسبوك. راني وليت لكم غوسات جديدة بعد ما عجبتكم لا غوسات الأولى تاع القلب اللوز وجربتوها وخرجت لكم روعة وشكرتوني فيها. وريحة القلب اللوز والمزهر راهي دايرة حالة في الدار، وبنت وبنة مش نورمال، الطراوة والبنة مضمونة. هيا نروح نشوفوا التفاصيل تاع لاغوسات، وما تنسينيش في طريقك بالجيم والابوني. وهيا نبداو على بركة الله، بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا سامعين. اولا نبدا بالشربات باش تبرد لي. في طنجرة تكون ثقيلة نحط 2 كيسان سكر ونضيف لهم 4 كيسان من الماء. سعة الكاس 220 مليلتر، وهذا الكاس راح نعبر به جميع المقادير اللي راح نكيلهم في الوصفة. نضيف لها طرونشة تاع القارص ونحرك السكر حتى يذوب. ما نحطوش ديريكت هكذاك في الفرن، لازم ندوب شوية هذاك السكر. نغطيه ونديرو في حرارة متوسطة ونخليه يغلي، ومن بعد كي يغلي نخليه 4 ساعة ونطفي عليه. ونروح نوجد القلب اللوز في غيسيبيون ولا جفنة صغيرة. نحتاج 4 كيسان سميد متوسط رايح للخشين، نصيرو ولا نغربلو، نحي منه السميد رقيق باش يعطيني نتيجة مليحة. انا استعملت سميد مولا خشن، هو يجي مكتوب خشن بصح الداخل تلقايه موايان. واش نضيف له نص كاس من الزبده تكون دايبه وبارده، يعني نسخنها نخليها تبرد ومن بعد باش نحطها في الكاس. نكمل نعمر الكاس بالزيت، نعمره حتى يلحق للحد ديالو كيما راكو تشوفوا، ونضيف لهم مغرفه من الفانيليا وربع مغرفه من الملح. نفرغ هذاك ليدام على السميد ونبدا نخلطه بسباتول. نخلطو مليح كيما راكم تشوفوا، مع الاول نخلطو كامل بسباتول خاطرش تساعدني وتجبد لي كامل واش كاين من تحت. لازم نبسس مليح سميد مع ليدام حتى تشرب كل حبه سميد من هذا ليدام، لازم كل وحده تكون مغلفه بهذاك ليدام. نقعد هكذا نخلط حتى يشرب كامل هذاك ليدام ونحسو دخل داخل هذاك السميد. بعدها نحي سباتول ونقعد نواسيها بيدي بهذا الشكل. لازم نحكو مليح بهذه الطريقه، نجبد كامل واش كاين هذاك لا ولاصق من تحت، ومن بعد نبدا نحكو بهذه الطريقه. لازم الحبه تدخل فيها مليح ليدام كيما قلنا. كي نعيا هكذا بيديا نعاود ندير لهم بهذه الطريقه، نقعد واحد ال5 دقائق ولا 7 دقائق وانا ندير هكذا حتى نحس هذاك الزيت يدخل كامل في هذوك الحبات. ومع الاخر غير بصبعتيه ندير هكذا نتحسس نشوف الا كاين كاش منطقه ما درتلهاش. لهنا راني نتاكد وشوفوا كيفاش اتبسس مليح. فهذه المرحله راح نضيف له كاس ونص من السكر. انا درت كاس ونص جاني مليح ما يقهمش، ومام طون يجي بنين وتاكلي حتى تشبعي، ماشي مغرفه زوج وتحبسي. وهذه المرحله تاني جد مهمه، لازم السكر كامل يذوب في السميد وليدام. نقعد هكذا نحك فيه حتى يذوب واحد 10 دقائق 7 دقائق قس ما يذوب هذاك السكر. نحكو هكذا بين يديا ونبدا ندير هاد الكرة. كي نشوفها هكذا بدات تشد نعرف بلي راني لحقت للقوام اللي راني نحوس عليه. وراح نضيف لها حفنه تاع الجوز بعد ما نرحيها اون بودر. وهاد الخطوه اختياريه ولكن تعمل فرق كبير في الذوق تاع القلب اللوز. وتقدري تضيفي اي نوع مكسرات يكونوا عندك كما تقدري تستغناي عليهم. الان راني نتحسس بيديا كما يقولوا اليد هي اللي تحس باللي كل حبه سميد ادخل فيها الليدام والسكر. شوفوا كيفاش راني نتحسس فيها، حسيتوا باللي السكر كامل ادخل. والان راح ندير هذيك الكره، شوفوا كيفاش تكون متماسكه. هاي دارت لي كره. وفي هذا الوقت نوجد نص كاس من الماء ونعمره بالمزهر، يعني نص كاس ماء ونص كاس مزهر. ونبدأ نفرغ بالتدريج ونخلط هكذا، كل خطرة نضيف بشوية ونخلط. وكي نبدا نجمعها غير بصبعتيه، ما نديرش يدي باش ما نعجنهاش. وبالنسبه للماء ديروا غير بشويه خاطرش كاين انواع تاع الدقيق، كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش، هكذا باش ما يغلبكمش وما تجيكمش طريه لاباط.
وهنا نبدا نوجد السنيوه ديالي، نحط فيها المارغرين. هنا المارغرين غير حطيتها مع البرد يبست، شوفوا كيفاش جمدت. والان راح ندوزها كامل على السنيوه، خصوصا الاطراف هكذا باش ما يلصقليش القلب اللوز من تحت. راح نحط الخليط ديالي نحطه هكذا في الوسط، ومن بعد نبدا نحل فيه كامل في السنيوه. هكذا نبدا نمشي فيه في الاطراف باش ياخد كامل حقه في السنيوه ويجي على مستوى واحد. هاد السنيوه بحجم عائلي، الطول ديالها 40 سنتيمتر والعرض 28. راني نعمر في هذا الكوتي، حسيته فارغ، راني نقرب ليه كامل باش يجي على مستوى واحد. وهنا بمساعدة هذه الآلة ولا بالكوبات نسيليسيه كامل من الفوق بهذه الطريقة. خاصة الجوانب ما نخليهمش فارغين، نخليهم كيما الوسط كيما الجوانب. كي نكمل كامل ونسويها ونحسها كامل على مستوى واحد، نضيف لها من الفوق الزبدة الدايبة، نحطها بهذه الطريقة باش تمشي لي كامل في السنيوة. راح نجوز لها كامل من الفوق، ما نخلي حتى كوتي حتى الجوانب، ومن بعد نبدا نقطعها. هنا كي نقطعها غير من الفوق، ما نحبطش لتحتها، نقعد نمشيها هكذا غير بالعقل، غير من الفوق برك هكذا حتى نكمل الخطوط من هذه الجهه وندور من الجهه المقابله وندير مربعات. انا درت مربعات صغار، وانتي حبيتي تكبري فيهم ولا تصغري فيهم كيما حبيتي. انا درتهم كبار شويه، بصح المره الجايه راح ننقص فيهم هكذا باش نربح الحبات، ومام طون الواحد كي ياكل حبه يكملها، ماشي تجيه بزاف كبيره ياكل نص ويخلي النص. ولا هنا كنت شمخت اللوز لمده نص ساعه في الماء، والان راح نرشقه فوق القلب اللوز. وكي كملتهم كاع راح نخليها ترتاح لمده 2 سوايع، نغطيها ونخليها ترتاح. ها هو القلب اللوز ديالي والتحضير ديالو هكذا خرج لي. واذا لحقتي لهنا وعجبك الفيديو ما تنسينيش بالجيم والاشتراك. وها هو السيرو ديالي بعد ما طاب وبرد، راني حطيت له نص كاس من المزهر، وبعد ما جلست نص ساعه شوفوا كيفاش ولا القلب اللوز ديالي. راح نحطه في الفرن اللي كنت سخنته من قبل على اعلى درجه، ومن بعد نقصلو حتى ل 170. نخليه يطيب من تحت حتى يحمروا الجوانب، ومن بعد تيك نشعلو من الفوق ونخليه يطيب ونقعد نعس فيه باش ما يتنحرقليش. لهنا بعد ما خرجتها من الكوشه وهي سخونه رميت لها الشربات وهي بارده. هنا ملاحظه فقط، كي نخرج القلب اللوز سخون ما نديرلوش الشربات وهي سخونه، خاطرش يولي لي يابس ولا يتفتت لي كامل. كي نخرجوا من الكوشه لازم تكون الشربات بارده، يا لو كان نديرها في الفريجيدار. هنايا ما نديرش كميه كامل تاع الشربات، ندير شويه ونخليه يشرب، ومن بعد الا شتو مازال يسحق الشربات نزيدلو، وإلا كان سواسوا ما كان له نزيدلو كتر. هنا كيما قلت لكم على حسب النوعيه تاع الدقيق، كاين دقيق اللي يشرب تمتم وكاين دقيق اللي ما يشربش، لازم كي تشربي غير بالعقل. انا على حسب ما نشوف خدا حقه من الشربات وخليت شويه زياده، ما حبيتش نزيدو، هكذا جاني سواسوا على حسب النوعيه تاع الدقيق. ودوكا لازم عليا نخبيه لانه لازم يبات ليله كامله باش يتقعد وهذاك الدقيق يشرب كامل هذيك العسل. نروح نخبيه باش ما يفيقوش وين راهو، سينو يقضيو عليه. وبعد ما سنيتو ليله كامله قلت غدوه صباح ان شاء الله نشوف كيفاش راح يخرج لي، ولا مليح ولا ماشي مليح. الحاصل حكمت الموس وبديت نقطع فيه، ويا سلام يتقطع وحده، واحد الطراوه واحد البنه ما نحكي لكم. وراح نحي معكم مرسو باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. الله يبارك، جا طري شاد روحه وخفيف ومشرب للقلب كيما يقولوا، قلب اللوز على قانيه. هنا راني صورته من فوق، والان راح ندوقه معاكم. شوفوا كيفاش جا القوام ديالو، بزاف بنين، ريحه المزهر وريحه رمضان. ان شاء الله تجربوه دوكا، وفي رمضان ان شاء الله عاودوه باش هكذا تخدموه في الدار، ما كان لا تشريوه من برا، هكذا تعرفوا واش راكم تاكلوا. وشوفوه كيفاش جا من الداخل، جا كيما تاع المحلات السواسوه. وكانت هذه الوصفه ديالي تاع نهار اليوم، قلب اللوز معسل للقلب.
نتمنى ان شاء الله تجربوا وتردوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام والفيسبوك، راني نستنى فيكم. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك. لهنا الحق لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله. يا دوتر سات.